يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، طبعا اليوم بيج الشطرة اجمل منزل عليه. هم طبعا جماعة انتشارنا منزل عليه هذا المنشور. اني اقرأ لكم. يقول هذا خضر ما ادري شو اسمه، بايام تشرين كان يجي للساحة التظاهرات والمتظاهرين اللي مو له مصرف ومسواق وحفاظات وعلاج. هسه كان جاي نشوفه يتجاوز على شباب تشرين. يعني انت بشرفك ابو البيت، انت ما استحيت على نفسك؟ اني جاي وألم حفاظات ومسواق. اني كل الشطرة، أغلبية الشطرة بيها تقريبا 75% من أهالي الشطرة يعرفوني. أنا أخدم الفقير واليتيم وبنية بيوت بالخفاء، ما حد يعرف إلا ما ندر. عرفت لو لا عرفت أنت أبو بيج الشطرة؟ فهذا أنا أقول لك، هذا المنشور مالتك جدا بسيط عندي، قسما بالله العلي العظيم. ليش؟ لأن أنا ماشي بطريق الله وأهل البيت. فإذا آخذ مسواق، آخذ حفاظات، أتشرف أن أكون خادم الأصغر يتيم وفقير. إيش عندك؟ انشر، شو تريد تنشر؟ انشر عني. تشرين والقندرة، أكبر تشريني أضربه بالقندرة. ها اسمع يا انتشارنا عمي. التشريني اللي يخرب وغلق المؤسسات وغلق المدارس وغلق الدوائر الدولة وحرق الطرق وسد الجسور، هذا المقصود، وليس التشريني اللي يطالب بحقه. أنا يعني أكثر انتشارنا اللي الناس هم اللي قائمين على التظاهرات أصدقائي، أمثال أبو وجدي شاعرنا الكبير وأبو سجاد ثائر، ذولا والسعيدي، ذولا وبعد أسماء ما تحضرني، ذولا الناس المحترمين اللي أنا طلعت وياهم نطالب بحقوقنا المشروعة. ما حرقنا، ما عزلنا دائرة، ما عرفتوا؟ أني أقصد اللي ذولة الكلاب السائبة اللي حرقت الدوائر وقطعت الجسور وقطعت الطرق وسديت المدارس على أطفالنا. أنتم ذولة تنضربون بالقندرة. وأنت بيج أبو البيج أبو الشطرة أجمل، إذا أنت زلمة ورجال واجهني وجه لوجه، لا تظل تنشر مع النسوان قاعد خلف الكيبورد وخلف الشاشة وتنشر